اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب كده ان شاء الله كلكم تكونوا بالف خير. يا صباح الفل، يا صباح السعاده. تعالوا بقى يلا افطروا معايا. انا جيت بقى من المدرسه وقلت بقى ايه هفطر كده قبل ما ايه، قبل بقى ما الم الغسيل زي ما انتم شايفين كده وابتدي اظبط الدنيا. طبعا عملت كده كوبايه الشاي بتاعتي وعملت بقى السندوتش. سندوتش كده جبنه. وقلت بقى افطر كده في البلكونه قبل بقى ايه ما اخش بقى على الترويق والتنظيف والكلام ده كله. خلاص. بصوا بقى، يعني انا بوريكم هنا الفينو. بصوا شايفين الفينو عامل ازاي؟ يعني انا معرفش هو رايح فين تاني. يعني هيعملوه اكتر من كده ايه تاني؟ يعني هيصغروه اكتر من كده ايه؟ بصوا رفيع جدا، يعني انت تضربي السكينه تلاقيها نفدت من الناحيه التانيه. بصوا حجمه قد ايه، صغير جدا. يعني انا اسمه نصين بس رفيع قوي، ما معرفش. يعني ما فيش بركه، والله العظيم ما في بركه. يلا الحمد لله. ربنا يستر. الواحد بقى يعمل في البيت احسن بعد كده، والله العظيم بجد. الواحد يعمل في البيت الفين والحاجات دي والله اوفر وانضف واحلى بكتير. يلا الحمد لله. او خلاص بقى، انا كده كنت بوريكم الفرنه هناك اهو. عايزه اشاور له فين بتاعك مش كويس، بس اعمل ايه؟ يلا الحمد لله. انا قلت كده بقى اشرب كوبايه الشاي بتاعتي وافطر، وببتدي بقى ايه، الم بقى الغسيل. انا كنت نشرها من بالليل، وقلت بقى كده خلاص المه. وهبتدي بقى. طبعا انتوا عارفين انا كنت غاسله بقى في الفيديو اللي فات، كنتوا عارفين ان انا كنت غاسله بقى البطاطين والمشويات. فخلاص بقى كده لميت، وهبتدي بقى ان انا انشر البطاطين بتاعتي والحاجه بتاعتي. خلاص. بس بقى طبعا لو اول مره بقى بتشوفوني، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان ان شاء الله كده يوصلكم مني كل جديد. كمان بقى ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم. يعني ادعموني بلايك، انا بتعب على الفيديو، مش طالبه منكم غير اللايك الحلو بتاعكم. خلاص. كده لايك حلو كده منك انت، وهي لو بتفرج لو اول مره بتشوفيني حطي لي لايك حلو كده منك تدعيما لاختك نوره. ادعميني. زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص. انا ببتدي بقى ان انا لميت خلاص. هبتدي بقى اجيب بقى البطاطين بتاعتي. انا طبعا صفيتها كويس جدا. يعني انا شوفوا نقعتها امبارح، وزي ما انا قلت لكم كده بحبه برسيل صغيرين وحبه دوني، عشان هم اصلا كانوا نضاف. انا قلت بس ايه، ان انا ايه، اخلي ريحتهم حلوه عشان العيال لما يجوا يعني يضغطوا بيهم كده. خلاص. نقعتهم بقى وصفيتهم كويس جدا. خليتهم بقى من بالليل لحد الصبح، لحد ما صفوا الميه بتاعتهم، علشان طبعا ما نأذيش جيراننا او نأذي حد. يعني عشان لو حد تحتيه ناشر او حاجه، ان احنا برضو ما نأذوش بالميه اللي هتنزل، عشان برضو ما ايه ما نسببش في اذى حد. خلاص. لان انا في حوار الغسيل ده انا بعاني معاناه، يعني مش قادره اقول لكم. بقى اللي فوقينا على طول بقى نقط نقط نقط، ببهدل الغسيل صراحه. فبس كده خلاص بقى، زي ما انتم شايفين نشرت بقى الحاجه بتاعتي وظبطتها. وبدات بقى الغسيل اللي انا لميته، هبتدي بقى ان انا ايه، اطبقه واشيله في الدولاب واظبط الدنيا كده. خلاص. آه يعني تبقى تصفوها كويس علشان ما تأذيوش الناس اللي ساكنين تحتيكم. طبعا كده بقى زي ما انا بوريكم دلوقتي كده، انا كنت خلاص خلصت الريسبشن ونضفته، وشلت الغسيل في الدولاب وكل حاجه. زي ما بوريكم كده انا كده بقى خلصت. شوف بقى، يعني الواحد لما بيصحى بدري تحس ان انت بتنجزي حاجات كتير في يومك. طبعا هي ما فضلتش على كده، انا نضفتها مرتين ثلاثه تاني. انتوا عارفين ربنا يخلي العيال، يعني مفيش حاجه بتفضل على حالها. يعني طول ما الواحد قاعد بتروقي الشقة. يعني يمكن الشقة من الواحد بيروقها أكتر من مرتين ثلاثة في اليوم. كتير. ربنا يخلي يعني العيال وكده. فبجد الواحد لما بيصحى بدري، تحس ان اليوم فيه بركة، والواحد فعلا بيعمل حاجات كتير. لو عايزة تعملي اي حاجة بتقدري تعمليها وتنجزيها في اليوم ده. طبعا بقى انا هنا كنت بقى مخلصه الريسبشن وخلاص بقى عملت الاكل وجبت الولاد من المدرسه. كان خلاص بقى ايه، المغرب بدأ يخش. فقلت بقى خلاص انا بقى ايه همسك اوضه الولاد بتاعت خديجه وابراهيم. هبتدي ان انا ايه انضفها. عايزه بقى اغسل الحيطان، عشان انتوا عارفين بقى في الشتاء مش هنقدر نعمل العملات دي كلها. بتبقى في الشتاء بيبقى فعلا الجو ساقع، وشكل الشتاء السنه دي جاي يعني ايه، يعني جاي يعني مديها محترم قوي. الجو من دلوقتي بدأ فعلا يسقع. في الشتاء تحس الواحد بشويه حبه كسل كده شويه بيحصلوا معانا في الشتاء. فقلت بقى خلاص انا هبتدي بقى ان انا انضف واغسل الحيطان واظبطها عشان تبقى نظيفه. طبعا الجردل ده انا بحط فيه حبه كلور الوان، وحبه اي بقى مسحوق جل، اي حاجه عندك بتاع بريل برسيل، اي حاجه عندك بتحب تستخدمها يعني. وبدات ان انا امسك بقى كده الزعافه بتاعتي، وبدات ان انا اغسل الحيطان بال
بالصابون يعني والايه ده والايه والكلور. زي ما انتم شايفين بقى كده. وبعد بقى ما بخلص تبقى لسه الارض بقى فيها صابون. قبل ما بشطف الحيطان بروح جايبه بقى الفرشه وابتدي ادعك البلاط بالرابسو والكلور اللي كان واقع من مطرح يعني غسيل الحيطان وكده. ببتدي بقى ان انا ايه، ابتدي ادعك بيه البلاط. بيخلي بقى البلاط بيكون البلاط زي الفل صراحه يعني. طبعا انا متاسفه على الصوت اللي حصل ده يعني، معلش. اعذرونا يعني وكده. كده بقى خلاص خلصت، وبدات ان انا بقى اشطف الحيطان وظبطت الدنيا. بجد قوموا بدري وخلصوا حاجاتكم بدري بدري. بجد الساعه البدريه فعلا منسيه. الامثال بتاعت زمان دي فعلا والله العظيم بجد هتنجزي حاجات كتير جدا في يومك. انا شايفين هنا كنت انا خلصت خلاص وكنت مظبطه دنيتي الحمد لله. بعد ما خلاص بقى شطفت كده بقى الحيطان، الميه بقى بتنزل زي ما انتم شايفين. بيخلي السيراميك ما شاء الله كده بيلمع كده ونضيف. بدات بقى ايه ان انا الم الميه. كنت بقى خلاص قلت بقى انا مش يعني مش هعمل حاجه تاني. هو كفايه عليا كده اليوم النهارده لحد كده. مش هقدر اكمل يعني ايه. واحده واحده، ما نحاولش ان احنا نضغط على نفسنا كتير عشان برضو ما نتعبش ونقدر نعمل بقيه شغل البيت. لان انتوا عارفين يعني احنا الستات طبعا هي اللي شايله كل حاجه يعني. بتجيبي ولادك من الدرس، مدرسه ودروس ومذاكره وشغل بيت وليله كبيره يعني. فما تحاوليش ان انت تحملي على يعني في نفسك فوق طاقتها. تمام. فتعملي شغلك واحده واحده يعني. كل يوم مثلا تنظفي اوضه، كل يوم تعملي حاجه. مره تغسلي اوضه تنظفيها، مره تغسلي السجاد، مره تغسلي مش عارفه الستاير. كل يوم حاجة كده، حاجة خفيفة، علشان برضو ما تجهدش نفسك وتتعبي. خلاص. برضو ان لبدنك عليك حق. فمش برضو مش من برضو من كده برضو ان انت يعني ترهقي نفسك زيادة عن اللزوم. خلاص كده. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده بقى بعد ما بغسل الحيطان ببتدي بقى اجيب بقى ايه حتة كده تكون نظيفة او فوطة اي حاجة. وابتدي بقى ان انا امسك الزراير دي بتاعت المفاتيح الكهرباء. وابتدي بقى ان انا المعها كويس طبعا من ايد الولاد او اي حاجه ما تبقاش ايه فيها حاجه تراب اي حاجه بنروح بايه بنضفها. وزي ما انتم شايفين بقى كده بقى لمعت الباب وظبطته وكان خلاص كده. الحمد لله نظفت الأوضة ورجعتها زي ما كانها والحمد لله. بكرة بقى إن شاء الله إن عشنا ربنا أحيانا ربنا يعني هبتدي بقى إن أنا أنضف الأوضة التانية. وهبتدي بقى إن احنا إيه نفرش قبل الجو ما يسقع أكتر من كده. ولحد بقى كده انا الروتين بتاعي خلص. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم، او اني استفدتوا مني باي حاجه، او ان انا شجعتكم حتى ان انتوا تقوموا تعملوا كده ان شاء الله توضيبات البيت عشان الشتاء. طبعا لو عجبكم بقى ما تنسوش ان كنتوا تعملوا له لايك حلو منكم وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. استودعكم الله في حفظ الله. اشوفكم بقى في فيديو جاي جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.